عشان نخش. هو الحمام مش سبب رئيسي. لا اقفل 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 اقفل. ليه؟ هقول لحضرتك ليه. الحمام هيجيب ميه هناك بس وما يجيبش، ونجابها هيجيب برضو كميه وكل حاجه بس هناك، بس الميه ما تبقاش غزيره برضو هنا بالمنظر ده كده. يعني احنا مسافه بعيد قوي عن الحمام. ما هو القطيه هنا اللي جوه الركن اللي هنا جوه كله دي ضايعه. ده بص لا هنا الموضوع بعيد عن الحمام. لا ده مش حمام سباحه ولا خزان عنده. طب دي ايه، فيلا؟ دي فيلا الجارد دي ولا فيلا؟ طب الدنيا عنده عامله ايه؟ دي كان فيها ميه من قبل ما يجي. لا حاليا برضه في عنده رطوبه. هم عايزين نبص عليها. بيعالجوا فيها وانا لسه ماليش علاقه بيهم قوي يعني، انا لسه ساكن من قريب. الفيلا دي كانت مجهوده واتهجرت فتره كبيره، كان فيها بحيره مائيه واتهدت وطلعت تاني. انا ليه ببص بعيد؟ هقول لك. لو انا في مصدر الناحيه دي فيه ميه وطول ما انا ماشي بلاقيه بيقل معايا الرطوبه والنشع والتاثير يعني بتاعها على الارض، يبقى انا هبص على المصدر ده. لكن لما الاقيها بنفس الكميه بتاعتك يبقى الموضوع جاي من هنا مش جاي من هنا. وصلت؟ يعني ده الهدف، ان انا عايز ابص على جارك. صح كده يا دكتور؟ مش فاهم. هقول لسيادتك، لو ده مصدر بيجيب ميه ما يوصلش 50 60 متر قدام. يعني لو نفس الميه بص في حاجه اسمها سبيتش ووتر بتاع البحر وبتاع الترعه وبتاع، يعني ايه؟ يعني ليفل الميه اللي بتتشربها الارض بيقل بالتدريج. بيجي عند منطقه زي ايه مثلا؟ الناس اللي عندها ميه في الارض اللي بتبقى قريبه من مصادر الميه، الترع، البحار، حاجات زي كده. لكن احنا طول ما احنا بعيد عن البحار والانهار ما يبقاش عندي ميه، هتبقى موجوده بس على اعماق. فانا لما يكون عندي مصدر ميه بيضرب وعامل لي رطوبه في الفيلا هنا، المفروض ان انا امشي، لان هو اكيد مش هيجيب لاخر الدنيا، فانا امشي ورا الميه بالجوار اشوفها بتقل ولا بنفس المنسوب. لو بنفس المنسوب يبقى الموضوع بعيد عنه. صح؟ هو هنا يعني عشان نوصل بس مش قصدي انا بشوفهم من فوق يعني كل معدل كل 3 4 شهور يصب خرسانه وبيع، يصب خرسانه وبيع، يصب خرسانه وبيع. كان جايب بطول ميه. الدور اللي ده يعني هم عالم شايف الموضوع ده تقريبا دافعين في حوالي سنه يعني الموضوع ده. يبقى الموضوع ده رزق مش حمام السباحه. مش حمام السباحه. لا ابعد بقى، فك حمام السباحه ده من دماغك عشان نعرف نوصل. كان جايب بطول ميه هنا. لا حتى من الشارع. لو ده كان مدارس. بص هو عامة لما احنا ما بنوصلش لحل للميه بنعمل لها بياره وبنركب موتور ميه بعوامه، بحيث ان احنا بنخليها على الليفل احنا اللي بنحكمها. بنحكم الليفل بتاعها، ان ننزل ونعمل لها عوامه ونسحب الميه بالموتور اول ما بتوصل للليفل ده ونرميها في الصرف العمومي. وصلت؟ يعني احنا في التجمع برضو هنا في قريه من القرى برضو حصل معانا نفس الكلام. لقينا ان احنا مش عارفين مصدر، وجابوا شركه الميه وجابوا مش عارف ايه، وقالوا لهم ممكن يكون الميه نظيفه. حللناها لقيناها ميه نظيفه، قالوا لهم محابس، قالوا ما وصلناش لحاجه. اخر ما زهقنا بقى، الراجل طبعا عايز يشطب فيلته، رحنا حافرين عمق جامد تحت وجينا مركبين موتور على عمق معين، بحيث ان احنا ايه ما اسحبش ميه كتير، برضو يبقى فيه ليفل ميه، بحيث ان انا ما اثرش برضو على المبنى. وبدانا نشغل الموتور يشتغل ساعه الميه ما توصل عند الليفل ده، تسحب شويه الميه الزياده وترميهم في الصرف العمومي. وهي بتيجي في الشتاء بتقف. بتيجي في الشتاء بتقف. في الشتاء. على فكره ما زادتش غير من حوالي مؤخرا شهرين. مؤخرا المنظر ده من شهرين 3، لكن قبل كده يعني دخلت الصيفيه شهر كام مثلا، شهر 4 كان لا كانت الارض ناشفه مرحله يعني بيجي لها نتيجه. طيب هو انا برضه انسان بقى. طب هو بس طب احنا عايزين بس نمشي مع بعضينا واحده واحده كده. يعني احنا كده الفيلا دي طيب، الفيلا اللي ورا دي ما فيهاش حاجه خالص. الجار ده كده بالنسبه لي هو اعلى مني، كل المناسيب دي كلها اعلى مني، عشان كده مش باين عنده. لكن لو حفر يعني القليل عنده اعلى مني متر ونص منسوب الارض عنده. وهو فعلا انت الميه ما هي متر. يعني هو كده راكبها. هم كل فمش هتظهر عنده. هو مؤخرا امبارح بيقول لي انا ابتدت تظهر عندي ميه في الجراج.
واجر اللي هو عنده البتاع ده. قال لي عادي ابتدت تظهر عندي في الجراج رطوبه جامده. طيب هل مفيش تقديم شكوى الى ان ممكن يكون في محبس هنا بيضرب والله هم قدموا شكوى في الميه، بس تقريبا هم عندهم خلفيه جم ومشوا امبارح. لا الموضوع ده محبس. ده محبس ضارب في الارض، زي برضه كومباوند موجود في 6 اكتوبر نفس الكلام ده. احنا وصلنا في الاخر انه طلع محبس ضارب. محبس المحابس المشكله بتبقى بعيد قوي، يعني احنا نزلوا 6 متر في الكومباوند ده. نزل 6 متر عشان يوصل المحبس. متصور عندي في الفيديو، ببص كده انا دخت. ايه ده؟ ماشي الميه هنا عمق 6 متر. لا مش عندك، ده كان في مكان تاني يعني. فدي اللي تعبتهم، فضلوا قاعدين سنه بحالها بيفحصوا حافرين المحابس كلها وماشيين بيدوروا هنا وبيدوروا هنا. بس ده كده دي ميه الدوله. ميه الدوله مش ميه لا هي بتقل في الشتاء. بتقل في الشتاء. حتى الجار الناحيه الثانيه اللي هو الارض انا رحتها امبارح موجوده، لو حضرتك هتبص عليها برضه. لا الميه بتعلى فيها متر. احنا مفيش مصادر ميه هنا خالص في المنطقه خالص. لا هنا في الجبل عامه، في التجمع هنا لا جنبينا بحر ولا جنبينا نهر ولا جنبينا ترعه ولا جنبينا اي حاجه خالص. فالميه اللي بتظهر دايما في الاماكن اللي زي دي، زي مثلا ايه العبور بدر اكتوبر عندكم هنا في التجمع، دي بتبقى ميه محابس. ميه محابس. يعني نحاول نرجع لشركه الميه، مش هتطلع بره الشركه بتاع الميه. حمام سباحه ما يضربش في كذا فيلا وما يبقاش على منسوب. يعني انا مثلا ايه، انت بتقول العالي مش واصل له، احنا هنا ليفل الميه هنا متر. خدت بال حضرتك؟ يعني في الواطي وعند كذا حد. يعني مش انا بتقول لي هنا طب ما هي موجوده عند فلان، طب ما هي موجوده عند فلان، معقوله المسافه دي كلها كده؟ ما لهاش ريحه ميه نظيفه. يعني كان اما انا سالت اول سؤال، الميه قال لي ميه نظيفه. دي كانت ظاهره فيها من زمان. دي الفيلا اللي هي المجاوره دي اللي منصوبه اعلى، دي ظاهره فيها من زمان. هنا ما عندناش، والجار ده ما عندناش، اللي هو الجار مش سهل. طيب بص، هو على العموم احنا هنرجع برضو لشركه الميه تاني، وهنعمل بقى ايه؟ هنعمل بيتصل من حضرتك هتبص عنه. يا باشمهندس، انا عايز الناس كلها بقى اخبار سعادتك ايه؟ الحمد لله، احمد ربنا يشكر فضله. انتوا عملتوا جثه؟ والولد ربنا يديه الصحه وطول العمر هو اللي باني على ايده. انت حضرتك طب بشري ولا هندسه؟ لا قانون. كليه حقوق. قانون. عملت جثه حقيقيه ولا جثه الرخصه؟ ايه جثه؟ لا اصل في الرخصه بيعملوا جثات كده مضروب عشان يطلع الرخصه، ورق مضروب يعني. ولا انت جبت مكن هنا وعمل جثه؟ احنا حفرنا يعني المهندس اللي جه اشتغل مع حضرتك هنا جه جاب مكنه وخد عينات هنا ووداها المعمل وكده؟ لا ما خدش. التربه يبقى اشتغلت عادي زي اي مهندس في مصر. اسف بس جوه هنا غيرت صخر. هنا الارض كلها حته صخر. حتى الحفار جه هنا اشتغل شاكوش. هو ده بس اللي رحمه. دي لا مش صخر، هي دي رحمة البيت. ما هي دي اللي بدناها صخرة، ودي كانت هي دي اللي رحمة البيت. يعني عايز اقول لك اي حد بتضرب عنده المية بالمنظر ده كده في اي بيت في بدر وفي الاماكن دي كلها، التربة بتاعتهم تربة انتفاشية. وللاسف برضو الناس اللي بتعمل لهم الشغل كلمة تقيلة على المهندس ولا كلمة تقيلة على صاحب البيت. انا مش عارف ايه كلمة جثة دي تعب الناس ليه. ما تعمل جثه وتشتغل زي ما الراجل بتاع التربه هيقول لك، هو اللي هيقول لك اعمل احلال، شيل متر، اعمل قواعد، حط اسمنت مقاوم للكابلات، اسمنت عادي. هو اللي بيقول لنا ليه انا ما امشيش على الدليل. يعني انا اتعب هنا واعمل تصميم معماري حلو قوي واشطب حلو قوي واعمل كتل خرسانيه واخاف مش عارف ايه، ومهندس ابص الاقي مهندسين كبار ويقول لك انا عملته. طب يا عم الحاج اللي هيشيل البيت ده انت ما خبطتش عليه ليه؟ تستأذنه تقول له هتشيلني ولا لا؟ لا الحمد لله. ده اللفظ البلدي يعني اللي احنا بنقوله عشان الناس تقول لك انت مش مهندس. لا انا عايز اوصل للي زيك انت الكلمه، مش عشان انا لو هتكلم بقى هندسه وانجليزي الناس التانية هتنفر مني. الحمد لله انا متابعيني كلهم بعيد عن الهندسه خالص. لا عشان الناس تفهم تحت البيت ده تحت البيت. بس بقى انا اللي انا بقى متضايق منه ان طبعا هنا لو لا ده انا هقول لك حاجه. انت لو كسر الرطوبه دي ليها قد ايه؟ الرطوبه دي ليها قد ايه؟ الرطوبه يعني الميه دي ضربه في العمدان ليها قد ايه؟ بقالها اقل من 5 شهور. طيب 5 شهور احنا مش شطابين، احنا واقفين عليه ده كله
ردم رمل حوالي 50 او 60 سم. سيبك بقى من الردم. احنا هنا رمل البيت كله. لا، احنا هنا هنحفر حوالين العمدان والقواعد دي وهتتعزل عزل كويس جدا. لا ما هي معزوله. الميه طلعت في العمود اهي، ما هو العمود مش معزول، شرب العمود شرب. هي الميه لو طلعت الميه دي بص يا استاذ تامر، الميه دي هتاكل لك سيخ الحديد. معزوله عن ايه؟ ما هو شربها العمود اهو، ده يعني مفيش عزل. لا جبلها طب ده ايه؟ نعم. ده ايه؟ مش دي رطوبه؟ شربها العمود. عذرا بس هو انا برضه عايز اختصر حاجه، المكان كله رمل متصل، يعني مش ما عملناش فصل، يعني هو كان متشطب مظبوط خرسانه. لا انا بص انا مش بقول لك انت عملت ايه، انت صارف لحد هنا يعني ماشي، انت صارف. الميه دي جت لها منين؟ ما جت جت من الطبقه اللي بين البلاط العزل مش لفوق خالص. هو مش على كده، احنا عايزين انت بص، انت بتدافع، انا مش بتهمك. لا مش بدافع، انا بقول لك الميه دي وقفها. الميه دي لو فضلت في العمود هنا هتاكل لك سيخ الحديد. اكيد طبعا اكيد. الطريقه اللي انت تعرف بيها انك توقف الميه انها هتطلع في حته الخرسانه اعملها، وبعد كده سيبه براحته بقى تمام لغايه ما تتعالج. طب يلا يا باشا يلا.